بصوا خلينا نتفق. لو الدوري المصري هيبدأ بالجمال دوت من ناحية التصوير والإخراج، السكور بوردز بتاعت النتيجة، تقديم اللعيبة والتشكيلة والحاجات الجميلة ديت والكاميرا التصوير، فأنا موافق. أنا موافق. والواحد هيقول وقت الانتقاد بننتقد، فوقت الإشادة تستحق إن الواحد يشيد. بس الفكرة يا ريت ما تبقاش أول أربع خمس مباريات بس، وبعد كده يبقى ما فيش الموضوع دوت، أو ما يبقاش إن مباريات الأهلي والزمالك بس هي اللي بتتذاع بجودة فول اتش دي، بتتذاع بكادرات مخصصة ومعينة وكده. التصوير من ماتش امبارح، الماتش الاولاني بتاع البنك الاهلي وطلائع الجيش، التصوير كويس. مرورا بماتش النهارده زد اف سي والاسماعيلي، التصوير كويس والاخراج كويس. في كاميرا السبايدر وفي كاميرا الدرون اللي هي بتلف طول الملعب ديت 360. كاميرا السبايدر طبعا اللي هي بتبقى طايره فوق. انا تمام، انا مبسوط ومبسوط من اللي بيحصل، واتمنى ان هو يستمر. دوت كلامي على اللي هو البدايه بتاعت الدوري. نخش بقى في الماتش بتاع النهارده وهنتكلم بمنتهى الصراحه وبسرعه. تمام تمام. مبدئيا كده زد اف سي فاجئني في حته ان هو نازل، ان هو عايز يعمل حاجه. هو فعلا هو نازل عايز يعمل حاجه. اتمنى ان هم يكملوا. انت بتتكلم في شوط اول كامل، زد اف سي محاصر الاسماعيلي في نص ملعبه. في الماتش بتاع النهارده يحسسني ان الاسماعيلي هو الفرقه اللي لسه صاعده، وزد اف سي هم اللي موجودين بقالهم 20 سنه في الدوري. اللعيبه عايز تعمل حاجه، واتمنى ان دوت ما يبقاش اللي هو فرحه البدايات واول ماتش بقى وهي والجو دوت. لا، اتمنى فعلا ان هم يكملوا بالمستوى دوت، علشان لو كملوا هيضمنوا مركز في الدوري في منتصف الدوري كويس. لو كملوا. الفكره كلها ان زيد النهارده هو فاجئني في حته ان هو الضغط. اتفرجت على ماتش الاهلي وفريق الاتحاد العاصمه، اكيد شفت اما كهربا كان طول الوقت عايز الفرقه معاه تضغط، هو اللي كان بيضغط لوحده. النهارده الهجوم بتاع زيد وهو شادي حسين ومصطفى سعد ميسي وزيكو كلهم بيضغطوا. الهدف جه ايه؟ جه من ضغط لشادي حسين ومصطفى سعد ميسي. احمد عادل عبد المنعم غلط، جات لمصطفى سعد ميسي سجلها جول. قبلها كان في 3 كور من الضغط قطعوا الكوره وراحوا ان هم يسجلوها، بس ما حصلش نصيب. شادي حسين لف في كورتين بجسمه كده 360 حاجه كده من ايام عماد متعب، لفها كويس جدا وشاط الكوره كويس، بس للاسف صدها احمد عادل عبد المنعم للاسف لحلاوه الجول. فزد عمل مباراه حلوه والمباراه كانت كويسه. على الناحيه الثانيه الاسماعيلي مفيش اي حاجه. انت عارف ان طريقه ايهاب جلال دايما الطريقه بتاعته ان هو عايز يبدا الكره من تحت. دايما الطريقه بتاعته ان هو هيحضر وعمليه البيلد اب وكل الجمال كل الكلام الجميل دوت. طيب كلنا عارفين كده. كانوا بيقابلوهم بايه؟ زد بالضغط. الضغط مش قابلك من ضغط من على ال 18، ده انا هقابلك من جوه ال 18. الاسماعيلي ما كانش عارف يعمل اي حاجه في الشوط الاول. الشوط الثاني برضه زد فضل ان هو يحاول لغايه لما جت ضربه جزاء للاسماعيلي اللي دخل واتشاطت وصدها ببراعه علي لطفي اللي هو نجم المباراه، وهو اللي ادى النهارده زد ال3 نقط. في بقيه المباراه راح جايه بقى خلاص بقى اللي هو رجعنا تاني ايه لمباريات الدوري المصري، وزد عمل كام كوره والاسماعيلي عمل كام كوره وانتهت المباراه ب1-0 لزد. من وجهة نظري ان زد فرقة كويسة وتقدر ان هي تقدم حاجة في الدوري بشروط ان هم يكملوا في المستوى دوت، ان هم يفضلوا كل مباراة هم عايزين يقدموا حاجة كويسة ويكونوا متعاونين بروح التعاون اللي هم عملوها في اول ماتش دوت. على الناحية التانية الاسماعيلي اللي انا شايفه ان هو هيفضل زي ما هو بالمشاكل اللي هو فيه لو فضل بالمنظر دوت. الاسماعيلي بتلعب قصاد زد النهارده وبيحصل فيك كده، مش بيحصل فيك كده كنتيجه، بيحصل فيك كده كاداء. انت مش عارف تبني هجمه، مش عارف تعمل كوره، مش عارف تعمل اي حاجه في الماتش تثبت كمحاولات. طب المباريات الجايه هتعمل فيها ايه؟ هي ديت الفكره معايا. بس هو دوت الكلام اللي عندي على المباراه النهارده وبملخص كده سريع. وان شاء الله ماتش الاهلي بقى والمصري يكون فيه اللي احنا مستنيينه، وان شاء الله الاهلي يكسب، وان شاء الله اشوفكم بعد الماتش. وبدايه الدوري كويسه واتمنى ان هي تستمر، بس اتمنى ان معدل السجل التهديفي يترفع. ديت الحاجه اللي انا بتمناها. احنا اول مباراتين هدفين بس، فلا اتمنى ان المعدل التهديفي يترفع ان شاء الله، يترفع في مصلحه الاهلي الماتش الجاي وفي المباريات الجايه في بقيه الدوري. بس تنساش بقى اللايك والسبسكرايب علشان ميعادنا مع حلقات كتير جدا جايه ان شاء الله، حلقه كل يوم وممكن حلقتين مع الريلز او شورتس اللي بتنزل. واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه بعد ماتش الاهلي. السلام عليكم.